مرحبا بكم. تم الحكم على الشكح. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. تم تقديم وليد شكح صباح اليوم أمام النيابة العامة في العاصمة الإسماعيلية، حيث واجهه تهما محددة تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 20,000 درهم. سمعنا أن هناك جمعيات في مدينة طنجة قدمت شكاوى ضد شكح، ولكنهم تنازلوا عنها بعد التوصل إلى اتفاق أو حل وسط بين عائلات شكح والجمعيات. من بين التهم الموجهة لوليد شكح حاليا هي التشهير، بالإضافة إلى قضايا أخرى موجودة في نفس الملف. السلطات الأمنية والقضائية هنا قامت بالتحقيق في الأمر. وقفت شرطة الحدود بمطار فاس سايس أمس الجمعة 24 نوفمبر 2023 اليوتيوبر الملقب بالشكح، الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بمحتويات يصفها متابعون بالخادشة للحياء العام. وحسب مصادر فإن توقيف الشكح جاء على خلفية مذكرة بحث نشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس في مواجهة المعني بالأمر بقضايا تتعلق بالسب، القذف والتشهير وترويج مواد إباحية.